بعد ما شفت مسلسل ابن النادي بشكل عام، مسلسل حلو جدا، مسلسل من 10 حلقات. هنتكلم عن طبعا بطولة مين وكده، بعد كده ندخل رأيي وكل حاجة بالتفاصيل. أول حاجة المسلسل طبعا هو مسلسل طبعا تصنيفه كوميدي، طبعا إخراج المخرج كريم سعد وتأليف مهاب طارق، وطبعا إنتاج طارق الجنايني تي في فيجن. طبعا بطولة أحمد فهمي، حاتم صلاح، سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي، طبعا يعني مجموعة من النجوم. فيعني بشكل عام المسلسل عجبني جدا، مسلسل جميل كويس، اللي هو صغير 10 حلقات مظبوط، مفيش تطويل ومط وحاجات كوميدي في كوميديا. بشكل عام مسلسل حلو لمحبين الكورة والحاجات دي، طبعا الكورة والرياضة طبعا هينبسط زي كده. فيعني مسلسل فيه كوميديا وفيه أحداث كويسة جدا، وحاجات تحس إن هي بتحصل فعلا في الدوري المصري، والحاجات دي كلها بالتفاصيل. يعني عندنا في أول حلقة، طبعا الأول 10 حلقات كل حلقة بيبقى فيه ضيوف شرف موجودين. أول حلقة كان فيه المشجع الاتحاد السكندري عادل شكل، وبعد كده الحلقة التانية إبراهيم فايق، وإبراهيم فايق طلع في أغلب الحلقات كمذيع زي ما هو، وطبعا وكمان المعلق الكبير أيمن الكاشف، ومجموعة من النجوم اللي شاركوا. كان طبعا نادي الشعلة. طبعا قصة المسلسل من غير حلق في قالب كوميدي اجتماعي. دور الأحداث في شاب بيرث نادي رياضي اسمه الشعلة، بيجد نفسه طبعا في قلب المسؤولية، وعليه طبعا اللي هو يرجع بالفريق بتاعه ويخليه يبقى في الدوري عشان يستمر، طبعا عشان يكسب كمان شركته تمشي. هو أصلا يبقى لازم يعمل كده. طبعا عندنا طبعا كان أبو أحمد فهمي اللي هو اسمه عمر. ده كان أحمد فهمي. أبوه بقى اللي هو سيد رجب اللي هو اسمه أمين الشعلة، ده طبعا كان عنده مقولة مهمة جدا: مبادئ أخلاق لا تراجع. كان يعني مقولة في الجو. طبعا هو أبوه مات في آخر الحلقة الأولى، وطبعا كان يعني إيه، كملت بقى في بداية الحلقة التانية. طبعا في المسلسل بيعملوا فلاش باك كتير يعني في المونتاج عملوا فلاش باك ومظبطين بقى الدنيا، اللي هو ما يجي يتكلم عن حاجة قديمة بيرجع للزمن يوريك ده كان بيحصل ايه، او حاجة بيتخيلها بيبقى شكلها ايه. فيعني كانت شكلها كانت مظبوطة جدا، ويعني بتساعد في سرد القصة والأحداث. طبعا كامبوزيا اللي كان مدير الكورة ده كان شخصيته كوميديا جدا ويعني جامدة. ومدرب طبعا الأعرج، مدرب نادي الشعلة اللي هو حاتم صلاح، كان عامل دور جامد جدا. وطبعا نادين اللي هي آية سماحة كانت عاملة دور برضو جامد، كان دورها كويس جدا، اللي هي كانت أخصائية نفسية. والطفلة طبعا كانت يعني ممتازة جدا، يعني طفلة جميلة، دورها كان حلو جدا مع أحمد فهمي، وكان فيه كوميديا. والبنات اللي كانوا مشاركين يعني أغلب كل الكاست كانوا عاملين أدوار كويسة. طبعا أحمد فهمي كان دوره طبعا اللي هو